بريتزلز كيتو لو كارب دايت، سناك سهل لذيذ طري متماسك وبمكونات بسيطة. أولا راح نعمل خليط الخميرة، وهو عبارة عن ربع كوب ماء، 2 وربع ملعقة شاي خميرة جافة نشطة، ونص ملعقة شاي سكر جوز الهند بس عشان ننشط الخميرة وما راح يأثر في السعرات أو في قيمة الكربوهيدرات الكلية أو السكر. نخلط المقادير ونتركها مدة 10 دقائق حتى تتفاعل ويتضاعف الحجم. خلال هذه المدة راح نضيف في محضرة الطعام 1.5 كوب دقيق لوز أو لوز مقشر مطحون ناعم، 1 ملعقة طعام بيكنج باودر، ربع ملعقة شاي صمغ الزنثان وهو اختياري، تقدروا تعملوا الوصفة بدونه. نخليهم على جنب، ونصهر مقدار 2 إلى 3 أكواب جبن موزاريلا نباتي أو عادي في حمام مائي. وخلال وقت انصهار الجبن راح نخلط المقادير الموجودة في محضرة الطعام مع بيضتين وخليط الخميرة. نضيف الجبن بعد ما انصهر لمحضرة الطعام ونخلطه كويس. الخليط حيكون بقوام سائل جدا، فنخليه يجمد في الثلاجة حتى يوصل لقوام عجين يسهل تشكيله، يعني ما بين نصف ساعة إلى ساعتين حسب نوع الجبن ودقيق اللوز المستخدمين. بعد انتهاء مدة التبريد، لو كان لسه العجين سائل ما هو متماسك، نزيد دقيق لوز بالتدريج ونعجن حتى نوصل لقوام عجين متماسك سهل نشكل منه بريتزلز. نقسم العجين لأجزاء متساوية تقريبا 8 قطع أو حسب الحجم المرغوب، نشكلها على سطح غير لاصق على شكل بريتزلز، ونخلي بينهم مسافة في صينية مدهونة أو غير لاصقة. نخبز البريتزلز في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 400 فهرنهايت من 10 إلى 20 دقيقة مع المراقبة حتى تحمر البريتزلز. وهذه هي النتيجة بعد الخبز، متماسكة وطرية وجدا لذيذة. طبعا فيها طعم دقيق لوز واضح جدا، مالحة، ممكن تضيفوا ملح لها زيادة قبل الخبز أو أعشاب على الوجه. احرصوا تستخدموا صينية مدهونة أو غير لاصقة أو ورق خبز عشان ما تلزق معاكم البريتزلز في الصينية وتطلع بسهولة وما تتكسر. في حال استخدمتوا نفس المكونات وحصلتوا على 8 حصص، كل حصة حيكون فيها 280 كالوري و4.5 جرام نت كاربس تقريبا. لا تنسوا شير ولايك وسبسكرايب لوصفات صحية كيتو لذيذة وسهلة.